السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما تعودنا وقبل ما نبدأ حكايتنا مع بعض نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام على رسول الله. صاحبة المشكلة بتقول: جاري استغل ظروفي واستغل ان انا ارملة وعايشة لوحدي، واللي عمله معايا كارثة ما تخطرش على بال حد. فضلا وليس امرا، قبل سماع مشكلتي دعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والضغط على اختيار الكل عشان يوصل لكم مننا كل اشعار فيديو جديد. صاحبة الحكاية بتقول: أنا اسمي نيفين، عمري دلوقتي 32 سنة، متجوزة وأنا عندي 25 سنة. قعدت مع جوزي يعني يعتبر 5 سنين. أنا أرملة بقالي سنتين دلوقتي، يعني جوزي متوفي بقاله سنتين، وعايشة في شقة تمليك في عمارة. ليا جارة مقربة مني، يعني قريبة مني قوي، بنود بعض وبنروح لبعض، وهي بصراحة بتعاملني زي أختي وكويسة جدا معايا، لدرجة ان هي لو احتاجت ملح بتيجي تخبط على بابي، انا احتاجت شيء بخبط على بابها. بس طبعا عشان انا ارملة وجوزي متوفي بقاله سنتين وسايب لي بنت وولد، يعني من النوع اللي بعمل لنفسي حدود في الاختلاط مع الناس، يعني دخولي على بيوت الناس بحدود. رغم ان هي جارتي وصاحبتي من ايام ما كان جوزي عايش ال5 سنين اللي عاشهم معايا، كنا في الوقت ده بناكل سوا، بنود بعض، بنروح بنيجي. لكن لما جوزي اتوفى بدأت بقى برضو أعمل لنفسي حدود، عشان القيل والقال برضو مهما كان أنا واحدة من غير راجل، ومش عايزة يعني أسير غير جارتي ليا، أو حد يتكلم عليا بكلمة كده، أو أحط نفسي في وضع للكلام. يعني كنت ببقى متحفظة جدا من بعد وفاة جوزي. طبعا جارتي ست إيمان، دي ست محترمة جدا جدا، أخلاقها كويسة جدا، بتثق فيها ثقة عمياء، يعني ما بتاكلش حاجة من غيري. لو عملت أي أكلة مطيرة لازم تجيب لي أنا وبنتي وابني منها. يعني إنسانة كويسة جدا ونعمة الأخت. وأنا عشان العمارة الناس اللي فيها طيبين وكل واحد في حاله، ما حبيتش إن أنا أبيع شقتي التمليك دي ولا أنقل في أي مكان تاني. قلت الجيران بيبقوا زي الأهل، واللي أعرفه أحسن من اللي ما أعرفوش. لكن اللي حصل ان انا في يوم كنت قاعده في شقتي كده، ولقيت الباب بيخبط، فبفتح الباب لقيت مين؟ جوز جارتي ايمان. طبعا جوزها ده يعني كان بيعاملني ايام ما كان جوزي عايش زي اخ كده، وكان بيعز جوزي قوي، لكن ما كنتش اعرف ان الارمله بيكون فيها المطمعيه. لقيته بيخبط على الباب ففتحت، قلت له: ايوه يا استاذ محمد، خير في ايه؟ اؤمر. قال لي: معلش ايمان مش هنا، وفتحت التلاجة ما لقيتش فيها ميه ساقعه، ممكن تجيبي لي بس بتاع ازاز ميه ساقعه عشان انا محتاجه ضروري. قلت له: طب حاضر، لحظه بس خليك واقف وانا هجيبها لك. دخلت اجيبها من المطبخ من التلاجة، طلعت قدام الباب ما لقيتش استاذ محمد واقف على الباب. قلت: غريبه والله، طب انت جاي عايز ازازه ميه، طب ايمان ما جاتش تاخدها بنفسها ليه؟ استغربت، بس قلت يمكن هو يعني اتحرج ومشى. لكن لما قفلت باب الشقه كده ودخلت على المطبخ، رجعت الازازه تاني في التلاجة، ودخلت اوضه النوم لقيته قاعد لي على السرير. خير يا استاذ محمد، انت ايه اللي دخلك هنا؟ قال لي: يا ست انا عارف ان انت وحدانيه وعيالك صغيرين، وعايزه اللي يسال عليكي، وانت بتبقي يعني حياتك روتينيه، بتقعدي لوحدك بتكلمي نفسك، فانا قلت يعني اجي واسمع لك واعتبرنا اخوكي وتفضفضي عليا. وبصراحه امان عند قرايبها النهارده، وهتبات النهارده وهتيجي بكره، واحنا قاعدين مع بعض بنتساير بنتكلم بنتناقش، اعتبرنا اخوكي يا ست وجايه ونسك. قلت له: بس ما ينفعش ان انت تدخل شقتي وانا واحده معيش محرم وعيالي صغيرين. طبعا كان ابني عنده 4 سنين واختي الصغيره عندها يعني حدود 2.5 سنين كده. المهم من هنا قلت له: ما ينفعش ان انت تبقى موجود وانا ست ارمله وعيالي صغيرين من غير محرم. الموضوع اختلف يا استاذ محمد، مش زي ايام جوزي كنت بتيجي في وجود جوزي وبتقعد معاه، لكن دلوقتي تقعد مع مين؟ قال لي: وهو انا غريب منك؟ ما احنا ياما كان عيش وملح. قلت له: بس انا دلوقتي من غير راجل، ما ينفعش اقعدك معايا هنا، من جلس رجل مع امراه كان ثالثهم الشيطان. قال لي: طب بس الشيطان يحضر. قلت له: لو سمحت اطلع بره. قال لي: ايه اطلع بره دي؟ انت عارفه انت لو عليتي صوتك ولا اتكلمتي انا هسمع بك الجيران، وهخليهم يبقى سيرتك على كل لسان، واقول ده هي اللي استدرجتني عشان حاجه مش تمام. ساعتها قلت له: منك لله حرام عليك، طب يلا مشي بس دلوقتي. قال لي: انا هديكي فرصه بس ساعه وارجع لك تاني، انا مش هعدي اليوم ده كده، انا عايزك وعايز اقعد معاكي واخد راحتي معاكي، لا كده لا هطلع عليكي سمعه في العماره واخلي الجيران تتكلم عليكي ويبقى سيرتك على كل الدنيا كلها. قلت له: انت بتهددني؟ يعني انت مش مكسوف ان انت جاي لبيتي ومتهجم عليا وكمان بتهددني، وكمان نسيت ان انا
اقرب ايه لمراتك، وان انا صاحبتها المقربه قوي، وكمان انت تعرف ان ايمان ديت اعز من اخواتي، انا باكل معاها في طبق واحد. ازاي ان انت تيجي لك الجرأة ان انت تيجي تتهاجم على شقتي وتطلب مني الحاجات دي وتهددني كمان لو انا ما استجبتش؟ يلا لو سمحت اطلع بره. قال لي انا لو طلعت بره هفضحك، لكن انا دلوقتي هديكي ساعه على ما تجهزي نفسك كده وهرجع لك تاني. ساعتها قعدت اعيط، هيفضحني ويعمل لي شوشره. طب انا حتى شقتي لو بعتها وانا مستعجله ابيعها بسعر يعني بارخص بسعر التراب. طب انا هروح فين واجي منين بالجوز العيال، وانا ابويا وامي ميتين، وطبعا يعني اخواتي متجوزين في مناطق بعيد عني. طب اعمل ايه؟ يا رب دبرها لي. ده انسان انا عمري ما شفت منه الا كل خير، ليه في يوم وليله اتغير كده؟ هو انا فيا المطمعيه لدرجه ان هو يستهان بيا ويجي لي بكل جرأة ويطلب مني يعني حاجات مش تمام؟ انا قعدت مع نفسي وقدامه ساعه وهيجي، ولو ما فتحتلوش الباب هيفضحني، وممكن يقول كلام يقول ان الانسانه دي مش محترمه، وبقى الراجل عندها داخل وطالع وهيطلع عليها سمعه. طب افكر اعمل ايه؟ قعدت مع نفسي اقول يا رب دبرني، اعمل ايه يا رب؟ ما كانش قدامي حل خالص الا ان انا اتصلت على ايمان اللي هي جارتي اللي هي مرات الاستاذ محمد. قلت لها انا عايزاكي يا ايمان ضروري. قالت لي والله انا عند ماما. قلت لها طب معلش انا عايزاكي ضروري ضروري، مساله حياه او موت. انا خايفه ان هي ما تجيش والساعه تعدي ويجي لي ويجبرني على اي حاجه او يفضحني او يفرج عليا الجيران، كانه انسان شارب بالظبط، رغم ان هو ما بيشربش حتى السيجاره. بس ساعتها عرفت ان هو انسان نيته مش كويسه ونيته مش سالكه، وهيعمل معايا موقف يعني هيخسرني حاجات كتير. حتى لو ما عملتش معاه اللي هو عايزه هيفضحني ويطلعني بسمعه، والعيار اللي ما بيصيبش بيدوش، ومحدش هيصدق ان انا محافظه على نفسك. ممكن الكلام طبعا زي ما انتوا عارفين الارمله والمطلقه لو حد اتكلم عليها الكلام بيبقى فيها مصدق شويه، مع احترامي لظروف الارمله والمطلقه على عيني وراسي. فطبعا كنت عايزه احل مشكلتي وعايزه اقطع لسانه باي طريقه، وفي نفس الوقت مش عايزه اخسر صاحبتي. اتصلت على ايمان وقلت لها تجيني ضروري ضروري الوقت اهو، انا عايزاك حياه او موت، انا في كارثه. قالت لي خير يا بنتي في ايه؟ في ايه يا نفين قلقتنا عليك؟ قلت لها ما انا بقول لك مساله حياه او موت. المهم جت ايمان وقعدت معايا في الصاله. مالك وشك اصفر كده ليه وباين عليكي القلق كده؟ في ايه يا بنتي؟ في حد زعلك؟ في حاجه؟ إيه انت مالك؟ في حد من العيال جراله حاجه؟ قلت لها دلوقتي حصل كذا كذا واحد اتنين. جوزك محمد خبط عليا وقال لي انا عايز ازازه ميه ساقعه، حتى انا استغربت ان انت ما جاتيش، انت طلبتها بنفسك، وانا عارفه ان انت بالعاده يعني مش هتسيبي تلاجتك فاضيه من غير ميه. ودخلت جوه عشان اجيبها له، وقفت بره، دخلت جبت الميه وطلعت ببص على الباب ما لقيتوش. قلت يمكن يتحرج ومشى، او لا حد من الجيران ولا حاجه اتحرج ومشى. لكن لما قفلت الباب ودخلت حطيت الميه في التلاجة وببص في اوضه النوم لقيته نايم لي على السرير وبيطلب مني يا امان حاجات مش كويسه. ولما انا رفضت قال لي كلها ساعه وهجيلك، ولو ما عملتش اللي انا عايزه هفضحك في العماره واقول ده انت ست شمال، وفي راجل بتدخليه وراجل بتطلعيه، يعني انت مش مظبوطه، وخلي العماره كلها تتكلم عليكي وتبقى سيرتك على كل لسان. وانت عارفه يا ايمان ان انا طول عمري في حالي من ايام ما كان جوزي عايش الله يرحمه، وانا ما بحبش القيل والقال، وانسانه بخاف ربنا وبخاف عيالي وبخاف ان انا حد يتكلم عليا بسوء. انت من يوم ما جوزي توفى شفت مني حاجه وحشه؟ باجيلك زي الاول، باجي اقعد معاكي زي الاول، بتلاقيني بكلم جوزك بفتح بابي لاي حد؟ قالت لي لا بس انا مش مصدقه في جوزي كده، جوزي انسان محترم وطول عمره عينه قنوعه، وكمان انا مكفياه، هيبص لك انت برضه يا نفين، انت اكيد يعني ظالمه جوزي. قلت لها والله عمري ما هاجي عليك ولا هظلمك، هظلم جوزك ليه يا ستي؟ والله العظيم زي ما بقول لك كده. قامت قايله لا بصراحه يا نفين انت كبرت الموضوع قوي، اكيد هو مش قصد حاجه، انت اللي بتفهمه غلط، انا عارفه جوزي انسان اخلاقه محترم وطول عمره بيعاملك زي اخته، انت بصراحه عايزه تحط الفتنه بينه وبين جوزي عشان خاطر زي ما انت اتحرمت من جوزك ومات انا اتطلق برضو وعيش من غير راجل. وصل بيكي يا نفين الحقد ان انت تطلقيني من جوزي وترمي عليه بلوى؟ مش معنى ان انا بسال عليك وبجيلك وبعاملك زي اختي ان انت تخربي بيتي. انا جوزي مش وش كده ومش مصدقاكي، انت اكيد جايه ترمي بلاكي على جوزي. قلت لها يعني انت مش مصدقه يا ايمان؟ قالت لي لا مش مصدقه. قلت لها خلاص حلها بسيط قوي، هو دلوقتي عدى من الوقت 3/4 ساعه، لسه 15 دقيقه وهيجيني، استخبي في حته كده ورا الستاره واسمعي كلامي معاه وشوفي اذا كنت انا صادقه ولا لا. طبعا هي استخبت فعلا زي ما قلت لها، والجرس ضرب، بصيت كده ولقيته هو. قلت له اتفضل يا استاذ محمد. قال لي ايه فكرتي ولا نعمل ريعه ونفضح الدنيا؟ قلت له فكرت في ايه؟ قال لي مش انا قلت لك
الأقربون أولى بالمعروف، وانت جارتي وانت عايشة لوحدك ومفيش راجل بيودك ولا بيسأل عليكي، وجوزك ميت بقاله 2 سنين، وأكيد انت محتاجة راجل في حياتك، نقعد مع بعض نسير مع بعض، تحس بيا احس بيكي، تفضفض عليا افضفض عليكي، احكي لك همي تحكي لي همك، نبقى مع بعض كده ايه يعني ونس لبعض. قلت له ازاي؟ طب وايمان صاحبتي؟ قال لي ايمان مالها؟ ايمان بتروح كل خميس وتبات وتيجي كل جمعه اخر النهار، احنا كل خميس وجمعه نقضي اليوم ده مع بعض، يوم الخميس ليكي وطول الاسبوع لايمان. قلت له ازاي ان انا اخون صاحبتي وزي صاحبتي اللي بالروح اللي كلت معاها طبق واحد في واحد، طبق يعني اكلنا مع بعض في طبق واحد، اخونها مع جوزها؟ وانت شايف ان انا وشي كده؟ انا عمري فتحت لك بابي؟ انا عمري دخلتك بيتي من ورا امان؟ انا عمري عملتك بمعامله مش كويسه؟ انت عمرك شفتني بكلم اي راجل؟ انا عمري قلت لك كلمه كده ولا كده، ولا لقيتني ست عيني فارغه؟ قال لي يا ست كل ده ما حصلش، بس مش معنى ان انا يعني ابقى قريب منك ان انت وحشه، لا انت عجباني وداخله مزاجي، وعشان كده قلت لازم نبقى مع بعض ونطبطب على بعض ونحس ببعض وكده. قلت له طب وايمان؟ قال لي ايمان مين؟ ايمان هي كده كده في دنيا غير الدنيا، طول الاسبوع في حضني، ويوم الخميس بتكون عند اهلها وبتيجي يوم الجمعه اداني العشاء بقى بيوصلها. يوم الخميس انا هجيلك هنا اقضي معاك اليوم وامشي من عندك يوم الجمعه المغرب، يبقى كده. قلت له ومن غير جواز ومن غير اي حاجه؟ قال لي جواز ايه؟ ولو عايزه يا ست نضرب ورقتين عرفي انا ما عنديش مشكله، ان شاء الله نروح نوثقهم على عقد، نعمل عقد جواز عرفي عند محامي، مش عشان انت ما تستاهلش رسمي، بس عشان ايمان وعشان خاطر برضو يعني ما يبقاش في مشاكل، وتبقي برضو مسكت العصايه من النص، كسبتي راجل في حياتك وكسبت صاحبه تفضل طول عمرها قريبه منك وهتستفيدي منها لما تسال عليكي وتسالي عليها. ما انا مش هعرف اجيلك برضو كل يوم، ممكن اجيلك خميس وابقى معاكي يوم الجمعه، ولو عرفت ازوغ كده في وسط الاسبوع لو هي مثلا نايمه بدري ولا بتاع ممكن اجيلك. قلت له انت عايزني اتجوز من ورا صاحبتي جواز عرف جوزها واخطف جوزها منها؟ لا والله يا استاذ محمد، انا كل الموضوع ده كله ما يلزمنيش، وانا لا بفكر في جواز بعد جوزي، ولا عايزه ادخل راجل غريب على ولادي، وانا مكتفيه بنفسي وبذاتي كده ومبسوطه ان انا وحدانيه ومعايا عيالي، وانا مكرسه حياتي كلها لبيتي ومملكتي وعيالي، وانا مش عايزه راجل غريب يخش على حياتي ويبهدل ولادي. من قال لك ان انا هبهدلهم؟ انت هتبقي في عينيا الاتنين وعيالك في عينيا الاتنين، بصراحه انت قمر وعجباني، وساعه ما بشوفك قدامي معرفش الدنيا بتعمل فيا ازاي، ببقى هموت عليكي والكلام من ده. قلت له بس انا مش عايزه اتجوز، وانا عمري ما هخون ايمان صاحبتي، انا بحبها وبعزها وامنتنا على بيتها وكلت معاها عيش وملح، وبيني وبينها هيبقى ربنا، عمري ما هاخد جوزها منها واغدر بيها، وربنا هيبارك لي في ولادي. انا مش عايزه راجل في حياتي، وبصراحه حتى يوم ما اخون صاحبتي اللي امنتنا على بيتها واكلتني في طبقها انا ما اقبلش بكده. قال له وايه اللي هيخليها تعرف؟ قلت له وانا برضو اللي ما اقدرش اعمله من وراها اللي ما اقدرش اعمله قدامها ما اقدرش اعمله من وراها. ايمان كل حاجه في حياتي، وانا عمري ما اخون صاحبتي، وعمري ما اكون قلت الاصل معاها، وعمري ما اكون خاينه اللي عيش وملح. انت لو سمحت اطلع بره من بيتي. قال لي لا بقى، انت عايزه فضايح بقى، وعايزاني اسمع الجيران بيكي واقول ان انت ناديتيلي واستدرجتيني وطلعت لي بقميص نوم واعمل لك سمعه. ساعتها ايمان طلعت من ورا الستاره قالت لي انت، لقيتها بتقول له والله انت انسان مهزأ وفعلا مخاين وندل، وانا ما توقعتش ان نفين تقول لي ده جوزك جاي لي بحجه ميه ولقيته في اوضه النوم، ما كنتش مصدقاها، لكن انا هكدب عيني ولا اكدب وداني اللي سمعت؟ انت انسان قذر ووسخ وكده، وكويس ان انا ما خلفتش منك الا حته ولد، وانا مش عايزه اكمل معاك، انت تطلقني ما دام انت انسان نسوانجي وعينك فارغه. ما لقيتش الا صاحبتي اللي بالروح وحبيبه قلبي تبص لها، ست محترمه جوزها ميت بقاله 2 قافله بابها عليها، انت عايز منها ايه؟ هو انا مش مكفياك؟ مش ماليه عينك؟ كويس ان هي بنت اصول وبنت حلال وتمر فيها العيش والملح، لو واحده غيرها ما كانتش يعني عرفتنا حقيقتك، لكن ربنا وقعك في شر اعمالك عشان يكشف له الصوره قدامك. الاول ما كنتش مصدقاها وكنت مكدباها، وبقول اكيد انت ما انتش كده، مش متوقعه ان جوزي اللي انا عشت معاه على الحلوه والمره بقالي كام سنه في يوم وليله هيخن. ومع مين؟ مع جارتي. قصرت معاك في ايه اللي انا عملته معاك وحش عشان ترد لي كده؟ بقى مبلول ومش عارف يتكلم ولا يفتح بقه ولا ينطق بكلمه ولا عارف يدافع عن نفسه. قلت لها عشان خاطري يا ايمان ما تخربيش بيتك
وانا والله مش عايزه احط بينك وبينه فتنه، لولا ما هددني بالفضايح وممكن يعمل معايا اي حركه نداله يعلي صوته ويسمع الجيران بيا. وساعتها لو قال بس ان هي استدرجتني وعايز تعمل اي حاجه مش كويسه او ست مش كويسه، العماره ما هيبقاش على لسانها الا القيل والقال. وعشان خاطر نمي المشكله دي، عشان الجيران ما يسمعناش، خدي جوزك وروحي شقتك، وجوزك ان شاء الله بعد الدرس ده عمره ما هيأثر معاكي ولا هيبص لواحده تانية بعد كده، هو خلاص خد درس في الصميم. وعشان كده ما تخربيش بيتك، انا اللي هبيع الشقه هنا وهنقل من السكن ده واروح في مكان تاني. انا مش هقعد للقيل والقال، انا من حقي ما اقعدش من غير محرم، انا هروح اشتري شقه تمليك حتى لو في العماره اللي اخويا عايش فيها هو ومراته وعياله. المهم ان انا اكون قريبه من اهلي. انا لو امي وابويا عايشين كنت رحت عشت معاهم، لكن انت ما تخربيش بيتك عشاني وتخربي بيت جوزك عشاني. انا اللي هنسحب واسيب البيت وهمشي. ساعتها قالت لي والله لو مشيتي من عماره انا قسما بالله ما هكلمك وهزعل منك، انت ما تسيبيش شقتك، وهو هعرف ازاي اعلمه الادب بعد كده يحترم بنات الناس. قلت لها انا بس مش عايزاكوا تقعوا في فتنه بسببي، وعايزاكي برضو تكسبي جوزك وتحتويه، وهو برضو غلطه ومش هتتكرر، واكيد الشيطان شاطر والنفس اماره بالسوء، وانا عشان وحدانيه انا حطيت الطمع فيا. المهم بعدها قعدت في شقته وقفلت باب عليا، وبقت هي اللي تجيني انا ما اروحلهاش. وقلت لنفسي يا بت قفلي على حياتك انت وولادك وقفلي خالص. بس فكرت في الموضوع، انا مثلا دلوقتي عندي 32 سنه، وجوزي متوفي بقاله سنتين دلوقتي وشهرين، ودلوقتي انا عيالي لسه صغيرين، والعين عليا بالنسبه ان انا ست جميله جدا جدا وملفته للانظار. يعني رغم ان انا متدينه وكل حاجه، بس العين عليا في الراحه وفي الجايه. لو نزلت السوق اشتريت شويه حاجات بلاقي برضو المعاكسات واللي بيبصلي كده واللي بيبصلي كده، يعني النفس اماره بالسوء. فانا دلوقتي جايلي اكتر من عريس. يعني ليا اخ شغال محاسب في شركه حكوميه كويس جدا جدا، ليه زميل كان متجوز قبل كده ومطلق ومعاه ولد، والولد ده مراته متنازله عنه. دلوقتي هو متقدم لي، يعني اخويا جاي يقول لي زميلي عنده بتاع 35 سنة مطلق ومعاه حتة عيل، ومراته هي اللي كانت عايزة تتطلق وسابت له الولد واتنزلت عنه، وبدور على واحدة كويسة تكون برضو مطلقة أو أرملة تقبل إن هي تكمل معاه رسالته، وإن هي برضو تراعي ربنا في ابنه كده. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني هو لما سألنا على عروسة رشحتك ليه وانت لسه صغيرة وعيالك صغيرين ولسه بشبابك، وبدل ما تقعدي لوحدك بنربع حيطان والقيل والقال يبقى عليك كتير، اتجوزي وعيشي حياتك والحي ابقى من الميت. وانا صاحبي ده محترم جدا، معايا محاسب في الشركة، بيصلي الفرض بفرضه، محترم، ما بيشربش سيجاره، يعني عايش كده يعني محترم في وسطنا. عمرنا ما سمعنا عنه كلمه وحشه، عمره ما بص لواحده، عمره يعني ما قال كلمه غلط. انسان محترم جدا جدا وملتزم. ومراته اللي هي كانت متبطره على العيشه والنعمه منه، شخصيته محترمه جدا، ما كملتش معاه. يعني العيب من مراته مش منه هو، يعني مش راجل لا نسوانجي ولا بتاع طلاق ولا كده. وهو مطلق مراته بقاله اكتر من 5 سنين، والولد مع سته اللي هي ام ابوه. فانت دلوقتي انا شايف ان الحي ابقى من الميت، بدل ما تقعدي لوحدك في شقه وعيالك لسه صغيرين، اتجوزي وعيشي حياتك، واللي هيربي عيلين يربي 3، وهيبقى حته عيل في وسط ولادك. ولو ربنا قدرك وخلفتلك كمان حته عيل منه، يبقى انت ثبتت قدامك معاه، ويبقى عيلين من عنده وعيلين من عندك، والدنيا هتمشي. وهو الحمد لله راتبه كويس وانسان كويس جدا ودخله كويس، وهو مبسوط، يعني هيكفيكي انت وعيالك وهيبسطك، وهيبقى برضو سند ليكي بعد ربنا، وهيبقى ستر وغطى عليكي. ساعتها قلت له بس انا ما بفكرش في الجواز. طبعا انا اجلت الموضوع ده في دماغي خالص يعني، وقلت له يا اخويا انا ما بفكرش في الجواز، وانا مش عايزه يعني ادخل راجل غريب على ولادي. قال لي ما هو ده مش اي راجل، ده راجل محترم واخوك يعرفه بقاله كام سنه وزميلي في الشغل يعني من زمان، يعني ما هوش جديد عليا، مش مجرد عريس انا برشحه لك، دي عشره عمري وانا شايف ظروفه وشايف عيوبه وشايف مميزاته. يعني انا عمري ما هجيب لك واحد والسلام، مش هجيب لك الا واحد يكون فعلا يخاف ربنا فيكي ويراعي ربنا فيكي ويكون كويس معاكي. فاسمعي كلامي، بدل ما تقعدي وتبقى قاعده مثلا القيله والقال، وتبقى قاعده مثلا من غير راجل في حياتك وولادك يتبهدلوا. انت عايزه اللي يشيل شيلتك ويساعدك في مسؤوليه عيالك، فانا بقولك يعني ده كويس ليكي او ده مناسب ليكي. طبعا رفضت الفكره خالص، وقلت لاخويا لا،
الشقه. وبعد كده لقيت بدا بقى يجيله معاكسات، كل ما انزل السوق الاقي ده بيتكلم وبيعاكس، بيجي له اتصالات، في ناس بتخترق حساب الفيس مثلا يبعتوا له طلبات صداقه، ده عليه كلام وده بيبص لي وده بينظر لي. ساعتها عرفت ان انا يعني عامله زي الذبيحه، كل ما تقع كل ما تكتر سكاكينها، هقعد للشبهه والكل والقال. لكن ساعتها قلت لاخويا صاحبك اللي انت كنت مرشحهولي بقالك كام شهر كده اتجوز ولا لسه؟ قال بصراحه ما اتجوزش، وهو يعني لسه بيدور على بنت الحلال. قلت له خلاص يا اخويا، لو هو لسه ما اتجوزش وانت واثق منه وشايفه انسان كويس، يعني كلمه وافتح الموضوع تاني. انت كنت رديت عليه وقلت ايه؟ قال انا رديت عليه قلت له بصراحه هي منها جوزها ميت بقاله سنتين وكام شهر، هي يعني عاجز عليها ان هي تدخل حد غريب على بيتها وعلى عيالها، وهي لسه ما تخططش الحزن وكده. قلت له خلاص كلمه وشوف رايه ايه، ولو في خير اجي عندك يا اخويا واشوف الرؤيه الشرعيه ويشوف ولادي ويتعرف على ولادي ويجيب برضه ابنه معاه اتعرف على ابنه وكده، ولو في نصيب الخير يقدمه ربنا، ولو مفيش نصيب ربنا يصرفه عني ويقدر لي الخير. اما اخويا معيلي طب وايه اللي خليكي يعني بنت تغيري رايك وكده؟ قلت له والله بصراحه يا اخويا كمان انا عايشه مع جوز العيال والعيال صغيرين، انا بنزل السوق بلاقي ده اللي بيعاكسني وده بيضايقني، وبيجي لي اتصالات كتيره من ارقام مجهوله، وبيجي لي طلبات صداقه كتير وكلام كبير. فانا حاسه طول ما انا من غير راجل العين عليا والنفس اماره بالسوق والمطمعيه فيا كبيره، ومش عايزه احط نفسي في التهلكه، عايزه يعني زي اللي بيقول ضل راجل ولا ضل حيطه، انسان يحتويني كده قدام الناس ويحافظ عليا من القيل والقال. انا مش عايزه اعيش في فتن الدنيا. وكمان والله انا مش بتجوز عشان جواز، انا بتجوز حد يقطع لسانة الناس عني وما يبقاش عليا المطمعيه ولا العين يعني تبصلي بطمع. ساعتها اخويا قال لي خلاص يا اختي انا هكلمه والمح له كده تاني اما اشوف هو لقاله عروسه ولا هو مثلا يعني صرف نظر عن الموضوع، ولا هيبقى في ميول ان نفتح المجال ده تاني ولا لا. اخويا غاب كده 3-4 ايام، ولقيته بيتصل عليا بيقول لي يا نيفين انا كلمت استاذ احمد وكده، وبصراحه هو رحب جدا وقال مدام اختك انا اخش البيت وانا مغمض، انت انسان كويس وكده، وانا اتمنى ان انا اناسبك، فشوف الميعاد اللي يناسبك وتعالي. قلت له خلاص خليها يوم جمعه، انا هجيب عيالي واجي اقضي معاك اليوم. وفعلا بعد صلاة الجمعة لبست وخدت ولادي وركبت مواصلة، طبعا بيني وبين اخويا يجي ساعة كده في الطريق لان هو ساكن او شاري شقة بعيد عن المنطقة اللي انا فيها. رحت يوم الجمعة وعد على ما وصلت هناك كان انا خلاص قربت على العصر، رحت لقيت اخويا بصراحة هو ومراته مش مقصرين في اي حاجة. هو رتب معاني يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة يروح يتغدى معاه، وفعلا رحت لقيت مرات اخويا عاملة غدا فخم قوي ومهتمية باليوم قوي وجايبة فواكه وجايبة حلويات ومشرفاني بصراحة، ربنا يسهلها يا رب، هي برضو نعمة الاخت ليا. رحت لقيت احمد ده زميل اخويا، انسان شاب محترم جدا جدا، عنده 35 سنه يعني في عز شبابه، انسان باين عليه ابن ناس قوي، لبق في كلامه محترم جدا، كلامه كلها كلامه واسلوبه كله بالقران، حتى في الحديث بتاعه حسيت ان هو انسان ربنا رضى عنه، كلمه الحلوه ما تطلعش الا من لسانه، ولقيته انسان يعني متقي الله كده. انا ارتحت له، قعدت اتكلمت معاه في الرؤيه الشرعيه ولقيت نفسي مرتاحه له، وعرفته على ولادي وقال لي ده ابني برضه. ابنه كان اسمه ياسين، كان في الوقت ده ابنه يعني ما شاء الله عنده في حدود 8 سنين كده، يعني اكبر من ولادي، بس ما شاء الله ابوه مربيه تربيه كويسه وبيحفظوا القران. لقيت الولد اسلوبه لابق كده ومحترم، والولد يعني يدخل القلب. ساعتها رحبت بالموضوع وقلت له انا هستخير ربنا النهارده، وان شاء الله لو في خير انا هرد على اخويا واخويا يرد عليك. وفعلا التزمت بصلاة الاستخارة وصلاة الاستخارة. تاني يوم قمت انا مرتاحة وحاسة ان الموضوع خير وكده. المهم من هنا اتفقت معاه ان انا لما ارتحت قلت لاخويا خلاص قول له امين ان انا يعني لا اما اعيش في شقته لا اما يعيش في شقتي. قال انا عندي بيتي ملك، بيت دورين ملكي، ايه اللي يخلينا نسكن بره؟ خلي الشقه ديت عايزاها تبقى المستقبل لعيالك، اجريها واستفيدي من ايجارها وحطي رصيد لعيالك في البنك وكده، لا اما تبيعيها وبفلوسها حطها لولادك. كان انا عندي بيت ومتوى، يعني مش محتاج ان انا اقعد في بيت مراتي او في سكن لمراتي. المهم في الوقت ده عرضت الشقه للبيع، وفعلا بعتها بمبلغ كويس وحطيت فلوسها وديعه كده باسم بنتي وابني وانا الوصيه عليهم. وفعلا اتجوزت في بيت الاستاذ احمد ده اللي هو زميل اخويا، في يعتبر بيت جوزي، والحمد لله احنا متجوزه دلوقتي بقالي 1.5 سنة، ودلوقتي حاليا انا حامل منه ما شاء الله، فعلا نعم الزوج.
انا كده اتصرفت تصرف غلط ان انا اتجوزت وقبلت الحلال، ولا كان من حقي كأرملة ان انا اعيش على قد ولادي واشوف مسؤولياتهم وارمي الكلى والقال؟ انا اتصرفت تصرف حكيم ولا انا كده غلطت؟ طبعا انا مستنيه رايكم في التعليقات، وبنصح اي واحده ارمله مدام او مطلقه مدام ربنا عطلها القدره ان هي تتجوز وجالها انسان كويس، ايه المانع؟ الحقيقه ابقى من الميت، الا اذا بقى انت فعلا مكتفيه ببيتك وعيالك، وده حاجه ترجع لك طبعا، لان برضو احيانا في بعض الستات بيكون عندهم يعني وفاء قوي لجوازهم، مش موضوع كمان وفاء بس، يعني مش عايزين فكره ان هم يدخلوا حد غريب على بيتهم. لكن لما تكون الواحدة هتقعد للقيل والقال يبقى سترتها وجوازها أحسن. أقطع لسانة الناس ولا إن أعيش طول حياتي مهددة، والجواز مش حرام والحقيقة أبقى من الميت. طبعا احنا بنقول لصاحبة القصة، أنا بقول لها عن نفسي أنت اتصرفت تصرف حكيم، وفعلا قطعت لسانة الناس بدل ما حد يطمع فيكي والقيل والقال يتقال عليك كتير. بالنسبة إن أنت ما شاء الله ست صغيرة ولسه بشبابك ولسه ملفتة للأنظار، أنت فعلا اتصرفت تصرف كويس. ربنا يوفقك يا رب في حياتك الجاية، وإن شاء الله يخلف عليك الخير في ولادك إن شاء الله ويسخر لك جوزك. طبعا يا ريت تكون حكايتنا نالت اعجابكم، ما تنسوناش فضلا وليس امرا تكتبوا لنا تعليق بقى على الجار اللي كان يعني باصص للجاره الارمله باسلوب مش كويس، اكتبوا له كلمتين كده عشان يعني هو وغيره يتعظوا ان الجار رب النبي وصى على 7 جار، وكل جار ليه حق عليك ان انت تحترمه وبتاخد اجر عظيم لما بتعامله بما يرضي الله. طبعا دي كانت مشكلتنا، يا ريت تكون نالت اعجابكم. ما تنسوناش فضلا وليس امرا من دعمكم لينا في القناه بالاشتراك وتفعيل الجرس والضغط على اختيار الكل عشان يصلكم مننا كل اشعار فيديو جديد. وبكده حكايتنا خلصت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.